حسيت إنك لما بتتعصب أو تتوتر تلاقي صباعك بيتهز لوحده أو إيدك كلها بتترعش تحس إنك مش قادر تتحكم فيها؟ الموقف مش غريب وبيحصل لناس كتير جدا، بس محدش بيفكر ليه بيحصل كده. دي علامة على مرض ولا ده جسمك بيبعتلك رسالة؟ تعال أحكي لك الحكاية من أولها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ما بتتوتر أو تتنرفز المخ بيترجم ده على إنه حالة خطر. لو أنت متعصب من كلمة أو متوتر من امتحان أو خايف من نتيجة حتى، المخ ما بيفرقش بين الخطر الحقيقي والتوتر النفسي، وبالتالي بيفعل نظام الطوارئ اللي موجود جواك. يعني الجهاز العصبي السمبثاوي بيشتغل، وده المسؤول عن رد الفعل اللي بنسميه fight or fight. الجسم بيبدأ يفرز هرمونات زي الأدرينالين والكورتيزول، والنتيجة القلب بيدق بسرعة والتنفس بيزيد والعرق يطلع والدم بيتدفق ناحية العضلات، وكل عضلة في جسمك بتكون حرفيا مستعدة تنفجر طاقة. لكن المشكلة بقى إن الجسم ساعات بيفرط في رد الفعل ده، يعني أنت واقف متعصب بس مش بتتضرب ولا بتجري، فالطاقة الزيادة دي مش لاقية مخرج، وهنا بيجي دور الارتجاف. العضلات الصغيرة خصوصا في الإيدين والصوابع بتبدأ تهتز، لأن كمية الطاقة اللي واصلة لها أكتر من اللازم وانت أصلا مش بتستخدمها في حركة فعلية. يعني ببساطة صباعك بيرتعش لأنه واخد طاقة زيادة بس مش عارف يعمل بيها إيه. وفي سبب تاني بيزود الموضوع شوية، لما بتتوتر المخ بيوجه كل تركيزه للموقف اللي مزعلك أو مهددك، فالتحكم في الحركات الدقيقة بيقل جدا. عشان كده بتلاقي ايدك بتتهز وصابعك بترتعش واحيانا صوتك كمان بيبدأ يتهز. طب السؤال دلوقتي، هل ده خطر؟ في اغلب الحالات لا، ده رد فعل طبيعي من جسمك، بس لو بقى متكرر بشكل غريب او بيحصل لك من غير سبب واضح ممكن يكون وراه سبب طبي زي نقص فيتامين بي 12 او المغنيسيوم، أو ممكن يكون في مشاكل في الأعصاب أو توتر وقلق مزمن. لكن لو هو مجرد توتر لحظي فشوية حاجات بسيطة ممكن تعملها تهدي جسمك، زي إنك تاخد نفس عميق وتطلعه بهدوء، تشرب مية، تجرب تقفل إيدك وتفتحها كذا مرة، وتبدأ تهدي نفسك بنفسك، وإن اللي موترك ده مش نهاية العالم ولا حاجة. ولو تقدر تمشي أو تتحرك شوية عشان تحرق الطاقة اللي متخزنة جواك، وبكده تقدر ترجع تتحكم في جسمك مرة تانية وما تسيبش التوتر يتحكم فيك.